لو انت لعيب كوره من 2007 ل 2017 فرصتك جات لك ان انت تلعب قدام احسن انديه اسكندريه ومصر. كمل الفيديو للاخر. النهارده اول يوم في اختبارات نادي ناشئين اسكندريه. النادي ده معمول عشان يرحم اولياء الامور واللعيبه من استغلال الانديه الاستثماريه. دلوقتي اقل لعيب عشان يلعب في نادي استثماري ويلعب قدام الاهلي والزمالك والدوري بتاعه يكون قدام سموحه والاولمبي والاتحاد وكده لازم يدفع اقل حاجه 10000 جنيه. فاحنا عملنا النادي ده عشان نحل المشكله دي. زي ما قلنا طبعا مرحلة البراعم دي أصعب مرحلة. لازم تركز اللي أنت النهاردة تثبت للمدرب اللي أنت لعيب كورة. إزاي بقى؟ يعني أنا النهاردة نازل اختبارات. ورغم ان النهارده اول يوم اختبارات بس في لعيبه كتير جدا اقنعت الجهاز الفني واخدناهم بالفعل معانا في النادي. بس النهارده مش اخر يوم اختبارات، في ايام تانية كتير اتواصلوا معانا واكتبوا لنا في الكومنتات عشان نقول لكم المواعيد اللي جايه بتاعت الاختبارات هتكون ايام ايه. بوجود الكابتن سيد محفوظ، ادي كوره ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كوره وهدف جميل جدا جدا جدا. نفسك تطلع زي مين؟ كريستيانو. كريستيانو رونالدو مرة واحدة؟ طب مين هيبقى نجم النادي؟ أنا. ألف ولا ب؟ ألف. خلاص اتفقنا. أنا اسمي عدي 2015 وجاي النهاردة في نادي الناشئين اسكندرية وأوري موهبتي للملعب. ما تفوتش الفرصه واكتب لنا في الكومنتات واحنا هنتواصل معاك. اي لعيب شايف ان هو عنده موهبه وموهبه كويسه يجي واحنا هنعرف نسوقه، نعمله سي في كويس ويلعب قدام احسن انديه اسكندريه ومصر كمان. بننقي اللعيبه المميزه واللعيبه الكويسه ان نعرف نسوقها. جالنا مجموعه كويسه النهارده. البدايه خير مبشره، وان شاء الله الفتره اللي جايه ديت هيجي لنا لعيبه كتيره، بس عشان في امتحانات والكلام دوت فناس كتيره اعتذرت، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى الملعب ده كله مليان تحت اسم ناشئين اسكندريه.